أي حد فينا بيستخدم جهاز كمبيوتر طبعا على علم ببرنامج مكافي اللي هو واحد من أشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم. واللي ممكن ما يكونش كتير يعرفوا إن البرنامج ده اسمه على اسم صاحب الشركة ورجل الأعمال اللي اخترعه، وهو جون مكافي. بس يا ترى إيه هي قصة جون مكافي وإزاي انتهت أسطورته؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا إزاي انتهت أسطورة مكافي. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. ولد جون مكافي في انجلترا سنة 1945، وهو مبرمج كمبيوتر امريكي بريطاني ومؤسس شركة مكافي وواحد من رواد اعمال مجال التكنولوجيا، ومن اوائل الاشخاص اللي صمموا برنامج حماية من الفيروسات. اشتغل كمبرمج في معهد ناسا لدراسات الفضاء سنة 1968، وبعدها انتقل لزيروكس كمهندس تشغيل أنظمة وبعد كده مستشار برمجيات. وفي الثمانينيات تلقى جون نسخة من فيروس كمبيوتر باكستاني، ودي كانت بدايته في تطوير البرمجيات لمكافحة الفيروسات. وفي سنة 1987 أسس شركة مكافي واستقال من عمله سنة 1989 وتفرغ للعمل في شركته. ولا تزال حتى اليوم شركة مكافي واحدة من أكبر شركات مكافحة الفيروسات في العالم. ده غير إن جون مكافي عنده مشاريع تانية أسسها بس ما كانتش بنفس نجاح شركته الأساسية مكافي لمكافحة الفيروسات. أول المشاكل القانونية اللي واجهها مكافي كانت سنة 2012، وتحديدا في 30 إبريل لما حصلت مداهمة لمنزله في دولة بليز، وذكر بيان صحفي وقتها إن جون اعتقل لتصنيع المخدرات الغير مرخصة وحيازة السلاح الغير مرخص. وبعد كده قال المتحدث الرسمي للشرطة في بليز إنه كان محل اشتباه في تصنيع المخدرات، ولكن ما حصلش إدانة ولا اتهام وكان مجرد اشتباه فقط. وفي 12 نوفمبر من نفس السنة 2012 بدأت شرطة بليز البحث عن جون مكافي مرة تانية، كونه شخص مطلوب في قضية قتل بطلق ناري تعرض ليها واحد من جيرانه. واختفى بعدها جون مكافي، لكن في اتصال مع أحد عناصر الشرطة شدد على براءته وبرر اختفائه إنه بسبب خوفه من الاعتقال والقتل. مكافي في خلال رحلته الغريبة عرض على دولة كوبا المساعدة على تجنب الحظر التجاري الأمريكي من خلال استخدام العملات المشفرة، وكان بيسعى للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحزب الليبرتاري الأمريكي، اللي هو حزب سياسي بيروج للحريات المدنية ورأسمالية عدم التدخل في الشؤون والحد من حجم ونطاق سلطة الحكومة. وفي تصريح لجون مكافي في سنة 2018 قال إنه أنجب حوالي 47 طفل، وعاش في بليز لعدة سنوات قبل هروبه بسبب تهمة قتل جاره اللي بعد كده ظهرت براءته منها. وإكمالا لسلسلة الهروب، فإن جون مكافي صرح في سنة 2019 إنه ما دفعش الضرائب الخاصة بالدخل في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 سنوات لأسباب أيديولوجية خاصة بيه، مع إنه تربح ملايين الدولارات من العمل الاستشاري والمشاركة في المحاضرات وبيع حقوق كتابه عن قصة حياته والثروة اللي جمعها من العملات المشفرة. ووجهت اتهامات بالتهرب الضريبي ضده، ده غير اتهامات تانية بسبب الاحتيال في مجال العملات المشفرة. وبسبب هروبه من السلطات الأمريكية لتجنب المحاكمة عاش وقت هروبه لفترة طويلة على اليخت الخاص بيه هو وزوجته وكلابه وحراس الأمن و7 موظفين كان بيثق فيهم. وألقي القبض عليه في أسبانيا في أكتوبر 2020 للتهرب الضريبي برضه. وأعلن المحامي الخاص بيه يوم 24 يونيو 2021 إن موكله جون مكافي مات منتحرا في سجن بمدينة برشلونة بعدما أصدرت المحكمة العليا الأسبانية قرار بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته. وكان مكافي شايف إنه من الظلم إنه يقضي بقية حياته في السجن بعد ما وصل عمره 75 سنة، وأصابه اكتئاب شديد بسبب ال9 شهور اللي قضاها في السجن، وقرر إنهاء حياته بعد قرار المحكمة الأسبانية بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.